عزومة السمك من أحلى العزايم اللي ممكن تتعمل، وكمان ما بتاخدش وقت كبير في عمايلها، والنتيجة زي ما انتوا شايفين. يلا نشوف السمك اللي هنستخدمه. عبارة عن السمك البلطي والسمك البياض. بعد ما السمك اتغسل كويس جدا بضيف ملح على السمك كده من بره زي ما انتوا شايفين لمدة ساعة، وبعد كده بنشطفه من الملح. التتبيلة دي كانت جاهزة عندنا في الفريزر، عبارة عن كمون وملح وتوم، وحطيت قدامكم الليمون. وهبدأ بقى أتبل كل السمك كده من جوه ومن بره كمان، وهنسيبه في التتبيلة. لو عندكم وقت يتساب مثلا ربع ساعة، لو مفيش هنبدأ على طول في القلية. هنا عملت السمك البياض، تبلته كويس برضو بنفس الخلطة بتاعتي زي ما تبلت السمك البلطي. ما بحبش اضيف فلفل اخضر وطماطم وكرفس، لاني بحس ان المكونات دي بتدي طعم مختلف للسمك، بتغير طعمه. فدايما بحب المكونات والاضافات البسيطة والبهارات البسيطة اللي بتظهر طعم الحاجة نفسها الاساسية، وده في اي اكل بيتعمل. بعد ما تبلت كل الكمية اللي عندي هبدأ أشقق بعض السمكات اللي حسيت إن حجمها كبير شوية، علشان أضمن إن التتبيلة وصلت لكل مكان في السمك. الشقوق دي كمان بقى أما بيجي يتقلي السمك بتكون كريسبي كده وبيبقى مقرمش، بيكون طعمها تحفة، وبتساعد كمان إن لو السمك كبير بيستوي كويس جدا كمان في الأماكن اللي بيبقى فيها الشقوق دي. هنجيب مفرش سفرة كده بنفرشه على الرخامة علشان نعيش كده براحتنا ونكون الموضوع سريع معانا. وفي الآخر بعد ما نخلص قلية السمك هنشيل الكيس ونرميه ولا أكن حصل حاجة. بنحب احنا الحاجات اللي بتسهل علينا التنظيف بعد عمايل الأكل، فدي فكرة حلوة جدا عن تجربة يا جماعة. هنا أنا ببدر بقى كل السمك ومحضرة طاستين علشان أخلص الكمية في وقت قلنا هنخلص العزومة في ساعة واحدة بأمر الله. الزيت بيكون سخن وبنكون حاطين الطاسة على نار عالية، أقل من العالي بسنة. ما بنهديش النار على السمك علشان ما يبقاش طري كده وشارب زيت، لا احنا عايزينه يستوي ويكون كريسبي وفي نفس الوقت ما يشربش معانا زيت. فلازم يكون الزيت سخن اللي هنقلي بيه، وكمان يكون النار عالية. في الوقت ده أنا فرمت بصلاية كبيرة أو بصلتين ما حسب حجم البصل عندك، وسخنت برضو شوية من الزيت في حلة وضفت البصل، وهنسيب البصل يتحمر في الوقت اللي احنا بنقلي فيه السمك. يبقى احنا كده كسبنا وقت، احنا قلنا في ساعة هنخلص العزومة بأمر الله. هنا السمك البياض هبدره بقى في الدقيق. احلى حاجة يا جماعة مفرش السفرة ده، اللي هو تخيلوا كنا بنعمل في طبق كان الدقيق هينطور كده في كل حتة. هنا البصلة خلاص بقت وصلت للون الذهبي اللي انا عايزاه. ضفت بقى المية وغليت، وبعد كده ضفت الرز وكمان مقدار الملح. كل كوباية من الرز عليها معلقة صغيرة من الملح. في اللحظة دي قلت ألحق أقلب السمك البياض علشان ما يتحرقش معايا، ورجعت كملت تقليبة الرز بسرعة، ما خدتش دقيقة طبعا. أنا بعيشكم يا جماعة كده معايا جو العزوم. هنا بقى علشان كمية السمك كبيرة شايفين بتعمل كده، بتنزل شوية من الدقيق في الزيت، بتسود بعد شوية من كتر القلية، فلازم نصفيها علشان السمك ما يغمقش معانا ويتحرق. هنا الرز خلاص كانت المية اتشربت بتاعته، قلبتها وهديت النار خالص لحد ما استوى وبقى مفلفل كده زي ما انتوا شايفين. خلصنا بقى خلاص تقلية السمك، وهنعمل أحلى صينية صيادية. خدنا شوية من زيت السمك اللي قليناه، قطعت بصل جوليان وفلفل أخضر جوليان وطماطم جوليان. ضفت أول حاجة البصل، دول بالظبط 3 بصلات، وهضيف كمان معلقة من الثوم المهروس، وهنفضل كده نقلبهم لحد ما البصل يدبل معانا. بعد شوية بضيف الفلفل الأخضر وبنقلبهم كده برضو لمدة دقيقتين، وآخر حاجة بنضيفها الطماطم وبنفضل نقلبهم برضو كده يتبالوا كده مع بعض. هضيف معلقة من البهارات البيضة، معلقة صغيرة من الكمون، وشوية من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر، وهنقلبهم وبس كده. بساطة المكونات ألذ طعم وممكن تاكلوه. هجيب بقى بعض من قطع سمك البياض اللي أنا قلتها وهضيفها في الخلطة الجميلة الرهيبة دي، وهنقلبهم كده على النار دقيقتين مع بعض عشان هنعمل صينية صيادية. وهنضيف بالظبط كوباية من المية المغلية، وبعد كده بعد ما نقلبهم مع بعض ياخدوا غلوة كده في الطاسة على النار، هيبقى بس كده خلاص جهز معانا.
شايفين البساطة؟ يا سلام بقى على طعم صينية الصيادية دي بعد ما تستوي. وتقدري تستخدمي اي نوع سمك برضو انتي حباه بنفس الطريقة. هنا انا هحطها في الصينية البايركس. كنت من الاول لو كانت الصينية تيفال او ألمونيوم معاكي تقدري تسوي الحاجات دي فيها، بس انا خفت بصراحة ان انا اخد التجربة مع البايركس علشان خفت يتكسر معانا. بتدخل الفرن وبتطلع بعد ربع ساعة، وبتطلع بالجمال ده. احلى حاجة ان احنا نعمل عزومة ما بتاخدش مننا وقت ونطلع حاجة بيرفكت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. انتظروا مني بأمر الله فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.